المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. كلية العلوم والتكنولوجيا بماي نفعي تخرج 280 طالبا. بناء مدارس جديدة في أعالي القاش. زعماء مصر واليونان وقبرص ينددون بالاستفزازات التركية في شرق المتوسط. وفاة أحد متطوعي اختبارات لقاح أوكسفورد ضد كوفيد-19 في البرازيل. والفيضانات تتسبب في وفاة أكثر من 100 شخص في وسط فيتنام. أهلا بكم مشاهدينا. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 22 من أكتوبر في مراكز العزل بإقليم القاشبركة أظهرت إصابة 5 مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت الإصابات ل2 في مركز العزل بأتيبرا و2 في قرميكا و1 في أم حجر. وكان المصابون قد قدموا بطريقة غير نظامية من السودان وإثيوبيا في الأسابيع الماضية. في غضون ذلك شوفي 3 مصابين بمرض فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية في مستشفيات إقليم القاشبركة، وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 457 إصابة، شوفي منهم 391 مصابا، ولا يزال 66 مصاب يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 22 من أكتوبر 2020. شهدت كلية العلوم والتكنولوجيا بماي نفعي تخريج دفعة جديدة من طلابها باتباع إجراءات مكافحة كورونا التي استدعت إلقاء المراسم المعهودة لتخريج الكليات في البلاد. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. خرجت كلية ماي نفعي للعلوم اليوم 22 من أكتوبر 280 طالبا، و219 منهم بالبكالوريوس و61 بالدبلوم، وكذلك بإلغاء مراسم التخريج الاعتيادية نتيجة إجراءات مكافحة وباء فيروس كورونا. وتخرج الطلاب في مجالات الأحياء والكيمياء وعلوم الكمبيوتر وعلم الأرض وعلم المكتبات والمعلومات والصلات والتوثيق وعلوم البحار والثورة السمكية والمحاسبة والفيزياء والإحصاء. وقال عميد الكلية البروفيسور جبرياس جودوم أن من أهداف مجال التعليم في إريتريا تخريج الطلاب المتسلحين بالعلم والمعرفة على أساس الاعتماد على الذات، ويجري استثمار كبير في كليات البلاد لتحقيق ذلك، داعيا الخريجين المساهمة للإيفاء بمتطلبات المجتمع. وأوضح أن كلية ماي نفعي للعلوم تقوم بأبحاث واسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات وبالجهود لتماشي النظام التعليمي مع برامج التنمية والتطور. وتأسست كلية ماي نفعي للعلوم عام 2004 تحت مظلة معهد إريتريا للتقانة في إطار برنامج الحكومة لتطوير وتوسيع فرص التعليم. وخرجت منذ عام 2008 3335 طالب. تشيد 3 مدارس ابتدائية جديدة في مديرية عالي القاش بإقليم القاشبركة. وأوضحت إدارة المديرية أن المدارس التي تشيد في ضواحي ديبرو وحسن دبا وبلينايو تهدف لتقديم الخدمات التعليمية عن قرب، وتضم كل مدرسة 4 فصول دراسية ومكاتب. هذا وتقدم 45 مدرسة للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية الخدمات التعليمية في مديرية أعالي القاش. ينشط المزارعون في منطقة فيشي مرارة بمديرية قنداع في رفع الإنتاج مستفيدين من خصوبة التربة ووفرة المياه. وأوضح المزارعون أن منطقتهم تستفيد من الأمطار الشتوية والصيفية وتجد المزارع المياه طول السنة. وأشار المزارعون إلى تنمية الخضر والفاكهة إلى جانب البن، وذكروا بأن تنمية البساتين وتربية المواشي ساعدت في استقرار حياتهم، داعين لاستمرار دعم خبراء الزراعة.
أعلن مدير جمعية منتجي الألبان في الإقليم الأوسط السيد أبراهام جبركريستوس أن الجمعية تعمل لرفع إنتاج الألبان ومشتقاتها لسد متطلبات الأسواق. وقال أن الجمعية تضم حاليا أكثر من 250 عضوا وتعمل جاهدة لتقديم حوالي 20 ألف لتر يوميا لمصنع أسمراء للألبان. وأشار إلى دعم وزارة الزراعة في مجالات العلاج البيطري والتدريب وتهجين المواشي، والذي يساعد في تكاثر مواشيهم ورفع إنتاجيتها. وذكر خبير التهجين والبيطرة السيد محاري تولدي تقديم التطعيم ضد مختلف الأمراض. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. نددت قبرص ومصر واليونان بالاستفزازات الأحادية التركية المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط. وجاءت هذه التصريحات خلال قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكيوس ميتسوتاكيس والقبرصي نيكوس أناستاسياديس في نيغوسيا. واعتبر ميتسوتاكيس أن تركيا لديها أوهام إمبريالية في الشرق المتوسط، وقال إن أنقرة تستخدم خطابا متطرفا وتقوم بأعمال أحادية متجاهلة النظام الدولي والدعوات إلى الحوار من قبل الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة. وأدان الزعماء الثلاثة في بيان مشترك سلوك تركيا في فاروشا، والذي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالمنتجع الساحلي القبرصي السابق. وتعقد الدول الثلاثة قمما بشكل منتظم في إطار تعاونها الوثيق في مجال الطاقة، بالإضافة إلى سعيها لإنشاء مركز إقليمي للطاقة إلى جانب إسرائيل لتزويد أوروبا بالغاز. أعلنت مصادر رسمية وفاة متطوع شارك في اختبارات اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد ضد مرض كوفيد-19 في البرازيل، من دون أن توضح ما إذا كان قد حصل على اللقاح أو على دواء وهمي. وهذه أول حالة وفاة لمتطوع يشارك في اختبارات اللقاحات العديدة الجارية في العالم. لكن جامعة أكسفورد أكدت أن المرحلة الثالثة من اختبارات هذا اللقاح، والذي تم تطويره مع مختبر أسترازينيكا، ستستمر بعد أن خلصت اللجنة مستقلة إلى أنها لا تمثل خطرا على صحة المتطوعين. من جهتها أوضحت أسترازينيكا أنها لا تستطيع التعليق على حالات فردية، لكنها تؤكد أن جميع المعايير طبقت. وشارك حوالي 20 ألف متطوع في التجارب في دول عدة، بينهم 8000 في البرازيل، ثاني أكثر الدول تضررا من الفيروس، سجلت فيها حوالي 155 ألف وفاة. تسببت الفيضانات وسط فيتنام في وفاة 111 شخصا، فيما اعتبر 20 آخرون في إعداد المفقودين. وتم في الأثناء إجلاء 200 ألف شخص في وقت تستعد البلاد لمواجهة عاصفة سودال التي تهب من بحر الصين الجنوبي نهاية هذا الأسبوع. قمرت مياه الفيضان حوالي 178 ألف منزل، فيما تحاول فرق الإنقاذ يائسة إيصال المواد الغذائية ومياه الشرب إلى أولئك الذين تقطعت بهم السبل. ودمرت مياه الفيضانات أيضا البنية التحتية والمحاصيل الزراعية. وحذرت منظمات إنسانية من أن مئات الآلاف الأشخاص سيحتاجون إلى دعم من أجل إيجاد أماكن للسكن ودعم مداخلهم خلال الأسابيع المقبلة. هبطت مركبة الفضاء الروسية سويوز MS 16 وعلى متنها الروسيان أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر والأمريكي كريس كيسيدي في المكان المحدد بسلام. وكانت المركبة سويوز قد انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية ليلة الخميس 22 من أكتوبر 2020. وهبطت الكبسولة التي تحمل رواد الفضاء الثلاث على الأرض في كازاخستان، حيث ساعدهم رجال الإنقاذ على مقاتلتها. يذكر أن رواد الفضاء الثلاثة عملوا على متن المحطة الفضائية 196 يوما. وحاليا يعمل على متن المحطة الفضائية الدولية الروسيان سيرجي ريجوكوف وسيرجي كوتسفيرشكوف والأمريكية كاثلين روبينز.
مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.